الناس يسمعوك بيها معانا مين؟ طارق رمضان. وكمان معانا جمهور مصر العظيم حبايبي، ايمن دجيش الحكم المساعد السابق معاكم. اهلا وسهلا. مساء الفل، اهلا وسهلا بمستمعينا الكرام وفترتنا المفتوحه الاسبوعيه 2 يوم الاثنين. هوانا بيمسي على كل اصدقائنا شاركونا الحوار من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه، وان شاء الله الوقت يقدر يساعدنا نفتح الهوا لكل الجماهير على 2 5 7 5 6 9 7 7 و2 5 77 60 53. الو معاكم 2 يوم الاثنين على الهوا. بنمسي على اصدقائنا هندسه الهوا لوفاء حامد، مخرجتنا نوال عبد الشافي، سعيده وانا معاكم نجلاء حلمي. النهارده هنتكلم عن التحكيم، وبعد مرور 5 جولات من الدوري العام، ايجابياته وسلبياته ومشاكل التحكيم المصري اكيد في طريقها للحل في الفتره الجايه، وعندنا ايجابيات هنتكلم عنها كتير قوي، وفي انتظار تعليقاتكم شاركونا وقولوا لنا التحكيم في الميزان. ناقدنا الاستاذ طارق رمضان، مساء الفل. مساء الخير، ازيك يا نجلاء؟ الحمد لله. اخبارك؟ طبعا كل المستمعين لازم اكسب بقى زي كابتن ايمن يعني كل المستمعين اهلا بيكم، وانا سعيد ان انا اكون مع نجمين كبار طبعا نجلاء والكابتن ايمن دي. منور الدنيا ومساء الفل عليك. كابتن ايمن دجيش، مساء الفل، اخبارك؟ مساء الفل يا استاذ نجلاء، انا سعيد مع حضرتك ومع الاستاذ طارق رمضان اللي بعتز بيه كتير. تحياتي لحضرتك ولكل اسره الشباب والرياضه والمجموعه اللي موجوده معانا. ده انت منور النهارده، وان شاء الله نتكلم حوار مهم جدا وممتع جدا، وازاي التحكيم المصري نخرج بيه للايجابيات اللي موجوده نزود عليها شويه ايجابيات. تمام ماشي؟ تمام. متفقين زي ما احنا متعودين. هسيب نجومنا النهارده كده مع بعض. بتقول لك ايجابيات؟ لا اكيد هنلاقي برضه ايجابيات. هنلاقي هندور وهنلاقي. مفيش حاجه كلها سلبيات، مش كده برضه؟ اكيد يعني لو في امور مش ايجابيه، في امور سلبيه، بنحاول ان احنا نعدل السلبي عشان نوصل لمستوى كويس اللي هو المأمول يعني. هو ده الكلام. لا انا بس عندي هم سؤالين خارج المقرر، وبعد كده هسال الكابتن ايمن في المقرر. انت عارفه انا طبعا مش خبير تحكيمي قوي، لكن على الاقل بعرف شويه في التحكيم يعني. السؤال اللي خارج المقرر الاول، انت سمعتي عن الدي ان ايه؟ مش جبنا شركه خدت عينات ب $250 لكل لاعب من المنتخب وعملت تقارير وحاجات كده، هل التقارير دي اتسلمت لمستر اجيري؟ طب ما شفناش. طب هل راحت للانديه قالت لهم اللعيبه دي تلعب كذا وكذا؟ ما شفناش. طب ممكن مستر كوبر يكون خد الشركه ومشي؟ ما عرفناش. طيب او التقارير اللي وصلت له ممكن يكون خدها معاه. ممكن. ما احنا ما شفناش اصلا التقارير بتاع الشركه دي ايه. كانت معموله امتى؟ ده من اول تشكيل المنتخب بعد كوبر ما جه، او قبل كاس العالم كمان طب ما يمكن النتيجه وصلت وانت ما تابعتش. ما شفتش والله. انا بتابع اتحاد الكوره كويس يعني. يعني لا شفت على الصفحه الرسميه ولا على الموقع، يعني ما شفتش. المهم يعني ده ملف 2. مش كانت في لجنه المفروض بعد شهر هتطلع تقرير عشان تقول لنا اتحاد الكوره ده غلطان ولا مش غلطان، ولجنه ماليه وقالت لك شهر، وقاعدين في الاوضه رقم 10 وبيفحصوا الكلام ده كله. احنا النهارده كام؟ 10/9. اللجنه متشكله 20/7. فين؟ طب فين تقرير كوبر؟ مش مستر كوبر ده ادى الاجير التقرير وقال له ده تقرير حافظ زي كابتن شوقي غريب كده. شفت حاجه؟ لا. حاجه كابتن ايمن؟ اي جهاز فني لما فعلا بيخلص عمله بيكتب تقرير. كابتن شوقي غريب كتب تقرير لما كان ماسك المنتخب واداه له، وكابتن برادلي كتب تقرير وكابتن ضياء واداه له قال له اتفضل. كابتن كوبر بقى لا شفنا كوبر ولا شفنا كابتن عصام. مش كان كابتن عصام كان رئيس البعثه؟ ما شفناش التقرير بتاعه، ولا شفنا كابتن ابليطه ولا اي تقرير ولا اي حاجه. انسي. اسئله مطروحه للمسؤولين. اين التقارير بعد ما تابعنا وشفنا كاس العالم؟ تقرير المسؤولين عن كاس العالم بالظبط. طب نيجي بقى للسؤال اللي في المقرر، اللي هو كابتن ايمن دجيش ارغم على الاعتزال او اعتزل. طب يعلق على ارغم دي؟ ما هقول له السؤال وهو يقول بقى يعني ارغم او اعتزل. لا ما ارغمتش. انا انا كملت بقى، انا الوحيد اللي كملت بعد السن سنتين ما السن فتح. انا الحمد لله كان اختبار اللياقه البدنيه العامل اللي كان بيتلعب فيه مع الناس عشان تخرج، انا الحمد لله ربنا كرمني ان انا كنت بتعب. لما ابتديت الحمد لله بيمشي بيا السن ابتديت اتعب اكتر، وقتها بقى الكبر ممكن يكون بقى اسهل لي. فالحمد لله البند ده ما عرفش، ما حدش عارف يلعب معايا فيه يعني. الحمد لله. فكنت بكمل، فخلاص خدت سنتين بعد السن وحققت حاجه ما حققش حققها في مصر، وبقيت من اكبر حكام افريقيا. يعني ما ارغمتش. بس في حاجه هم هي اللغز هنا قبل ما هو قالوا لي انت معاك، وبعدين حصل بتاعنا ما جت
كان يعني باختصار عشان الموضوع ده كل الناس عرفته اللوائح خلاص. تسمح؟ اللوائح تسمح طبعا. جميل. وقالوا لي انت موجود معانا. طب يا جماعه ما بعتوش معسكرات ليه وبتاع، انا هطلع اعتذر خلاص، انا القصه خلاص. لا انت معانا، انت معانا. كان هو في هدف. انا مين اللي قالوا لي؟ كابتن عصام. كان هدف معين انا لغايه دلوقتي ما فهمتوش. ان انت حضرتك تفضلي الحمد لله بعد ما الواحد قضى العمر ده في التحكيم يفضل موجود. الدوري بدا وانت لا انت اعتزلتي ولا بلعب. يعني ايه؟ طب ودي النقطه الثانيه بقى، هو مين اللي محتاج مين ومين اللي بيساعد مين؟ زي ما هو طلع قال الكابتن عصام انا بساعد. مين اللي بيساعد مين؟ انت عايزني خلاص يبقى من البدايه مع الناس في المعسكرات وبتاع. وانا اصلا قلت لك ان انا مكتفي بالفتره اللي وانا قاعد معاك كده. قلت لك انا مكتفي بالفتره اللي انا قضيتها وهطلع من معاك اعتزل. لا قلت لي انت معايا. طب ايه الحكمه ان انت تقعدني لما الدوري يبدا؟ عايز ايه من الموقف ده؟ طبعا الحمد لله انا ما اديتوش فرصه يعمل كده. الحمد لله اعلنت اعتزالي قبل بدايه الدوري. قبل بدايه الدوري على طول. يبقى قرم او اعتزل. لا زي ما انا قلت يعني ما بين مش كده بين البنين. وكابتن فهيم عمر اعتزل بقاله قد ايه، وكابتن محمد فاروق اعتزل بقاله قد ايه، وكابتن كام سمير عثمان، كابتن سمير عثمان، وكابتن مين تاني؟ في كباتن كبيره قوي يعني ممكن نعد 5 6 يعني. انت شفتي لجنه الحكام الرئيسيه يعني اللي هي الكبيره دي قالت لهم تعالوا يا جماعه انتوا ال5 كده نستفيد بيكم نعمل لكم لجنه فنيه كده حلوه اموره كده تقدر تناقش الحكام بقى في الفنيات، وتقدر تعمل لهم تعدل من اخطائهم، واحنا مالناش دعوه بيكم، انتوا دول الكبار. نعم. او بلاش كده، قالت لهم تعال كابتن ايمن، تعال كابتن فهيم، يلا بقى على كولينا بره، ولا على الراجل اللي اسمه بوستاكا ده اللي بيجي، ولا اسمه بوساكا ده اللي بيجي ياخد مننا 20,000 دولار ويقعد يقول لنا كلمتين ويقول لنا الصوره بتاعتي تبقى في البه ويقول لنا انا طورت التحكيم بتاعكم. لا اطلعوا كده بره، روحوا الكولينا. كولينا ده الراجل الكبير يعني. اقعدوا معاه شهر، جميل، شهرين، شوفوه بيعمل ايه، وتاخدوا محاضرات هناك وتاخدوا الكلام ده كله، وترجعوا بقى تطوروا لنا ايه اداء التحكيم. لغايه دلوقتي بص انا لغايه دلوقتي يمكن كابتن ايمن انا ما اعرفش يعني ايه تطوير التحكيم اللي اتعمل في مصر. ايه حته انا بطور الحكام. ايه بطور الحكام يعني ممكن يعني معسكرات إيه؟ استاد الهدف. أيوة. ممكن القي عليهم بعض المحاضرات النظريه. ايوه بيعمل ان انا احاول مثلا اقول لو في الحركه دي نعمل كذا، لو في الوضع ده نعمل كذا. كده انا بثقف التحكيم. تثقيف وليس تطوير. ما هو من خلال التثقيف التطوير ان انا اعمل له التطوير ان انا اعمل له اجر كويس، التطوير ان انا اجيب له سماعات كويسه، التطوير ان انا اعمل له لو تعب اوديه مستشفى كويس، ارفع لياقته البدنيه، ما اوديش راكب في اتوبيس 26 بيجري ولا اتوبيس الماتش، ما ودوش قبل المباراه خاصه في القسم ما يستخدمش عربيته مثلا الشخصيه عشان يروح، او النادي يبعت. ده اسمه تطويرات بقى يعني ان انا بحافظ بقى على هيبه الحكم وكده. انا ما اعرفش الحاجه، انا بصراحه ما اعرفش الحاجات دي. هو بقى يرد. هو استاذ طارق انا يعني انت فهمت من ملخص الكلام اللي هو بيتكلم فيه. هو الاستاذ طارق يقصد يعني هو وصل لحته حلوه كويسه يعني. هو يقصد عايز يشوف نتائج التطوير على ارض الواقع. طيب عايزه بقى على ارض الواقع. على ارض الواقع كلمني وقول لي عن التطوير. كان في عندكم اكيد محاضرات لتطوير الحكام وادائهم. ابتدى قبل كده كابتن عصام طبعا. طيب. ابتدى عمل شغل طلع حكام. ابتدت في الفتره الاولى بتاعته. نعم. ابتدى عمل الكلام ده ومش هنقدر يعني نبخس مجهود حد يعني قام بيه. قام بمجهود وعمل جهد كبير. ابتدى الكابتن عصام عشان اتكلم معاك بمنتهى الصراحه يعني يبقى ليه طموحات وده حقه وانا ما بنكروش، بس حقك، بس في نفس الوقت يبقى احنا مراعيين المنظومه كويس. طبعا ابتدى النهارده يبقى ليه تطلعات في الاتحاد الافريقي، تطلعات في الاتحاد الدولي، واي حد فينا يبقى عنده الكلام ده. بس انا بقى ليه تطلعات في حته ومشغول بيها خلاص وبتاع، ولقيت حاجه عندي فيها لازم حتى اظبط البيت اللي انا جواه، اظبط البيت اللي جواه حتى لو انا موجود. هو موجود كده موجود كعضو مجلس اداره. حتى لو انا موجود وانشغلت في حاجات ثانيه شغلته وانا متاكد وانا كنت قريب منه من الكابتن عصام، فلازم ان انا النهارده يبقى عندي ارتب البيت من جوه، ما تبقاش علشان كل اللي بيسمعنا يكون عندنا فعلا مصداقيه في اعلامنا الرياضي خاصه على 108 اف ام. بنكلم كابتن عصام عبد الفتاح، تليفونه مغلق. يا ترى لو قدر حد يوصله ان احنا عايزين نكلمه. مش في مصر. لا هو موجود. رجع تقريبا اكيد لان الماتش اتلعب. الماتش اتلعب اول امبارح. لو حد يقدر يكلمه او تليفونه يفتح او حاجه يقدر يكلمنا ويشاركنا الحوار عشان يكون عندنا ايه الجانب والجانب الاخر. فالنهارده هقول لحضرتك حاجه. احنا مرينا مثلا باسبوع اللي فات كان في مشاكل، خلينا نتكلم بوضوح. كان في اخطاء وكان في بعض الاخطاء التحكيميه. هتقدر تقولها لي؟
طبعا كان في اخطاء في مباراه الاهلي وكذا مباراه تانية، يعني انا مش فاكر بالظبط يعني. والمقصة والمقصه كان في ركله جزاء. الاخطاء في ايه بالظبط؟ لا ما كان في اخطاء تحكيميه. الاخطاء دي لما انا كحكم كنت في المجال فتره، انا عاصرت 3 اجيال في التحكيم، منهم الكابتن عصام على المستوى الدولي والكابتن احمد عوده وناصر عبد. وبعد كده النهارده كابتن فهيم وكابتن ياسر جيلتن، انا ايمن دجيش عاصرت. الخطا في اختيار الحكم نفسه لا. ولا عدم استعداد الحكم للمباراه؟ اولا النهارده لازم، انا النهارده عشان اعمل منظومه كويسه لازم اولا يبقى في عدل، ولازم يبقى النوايا سليمه. النهارده انا بتكلم على التطوير وهدي جزئيه. ايه رايك في تكرار حكم لفريق واحد مرتين في 4 هي اسابيع؟ هي دي انا النهارده لما حكم يلعب كابتن محمد معروف يلعب، انا النهارده بحط حكم ليه تحت ضغط، العبه الاسبوع الاول والرابع. طب انا النهارده عندي تطوير. نعم. ازاي انا النهارده في الاسابيع الاولى ده انا المفروض ان انا كمسؤول عن مسؤول في المنظومه رايي ان انا عندي ناس صغيره ان انا طورت فيهم دول، ابتدي احط في كل اسبوع 1 2 واخد بالك، ما ابتدي يعني ما كررش الحكم للفرقه في 4 اسابيع في بدايه الدوري. ممكن في الدور الثاني يحصل ان انا هحتاج بعض حكام، لان مش كل مباراه بتمشي مع اي حكم، عشان ابقى صادق برضو في الكلام. ممكن في الدور الثاني العمليه بتبقى صعبه شويه، ببتدي ممكن اكرر. انما النهارده ادي واحد الاسبوع الاول والرابع نفس الحكم، يعني الفرقه راحت لها 4 حكام، منهم واحد هو راح مرتين وحكمين مرتين. طب فين بقيه الحكام؟ طيب عندنا مانشيتات سريعه، واستاذ طارق هيعلق لي بايقاعه السريع، وكمان كابتن ايمن دجيش هيعلق لي بمتابعته الفنيه للتحكيم المصري. اعداد الحكام والتطوير، قلمك يقول ما فيش تطوير، ده نوع من زي ما يقولي كده ايه تهدئه. واحنا بنختار مصطلحات عظيمه على تطوير الحكام، لكن ما فيش. وده على ذلك ان ما تلاقيش النهارده حكم، يعني حتى في الحكم الخامس لا متمركز كويس ولا عارف هو بيقف فين وباصص على ايه وعلى ايه. فين التطوير؟ انا ما بتكلمش كلام. وبعدين الصلاحيات ما بين حكم الساحه والحكم الخامس تلاقيها ما انتش عارفه الحكم مين اللي بيحكم على مين، هل الحكم الخامس اللي بيحكم على الساحه ولا الساحه اللي بيحكم على الحكم الخامس؟ ده رايك الصحفي. فين التطوير؟ رايك الفني كابتن ايمن؟ التطوير كان موجود قبل كده، دلوقتي التطوير شو بدليل بعد اخر اسبوع هم جابوا الحكام جوه غرفه مغلقه، وانا اخطات انت اخطات او ما اخطاتش سلام عليكم، انا في ملعب والناس تيجي المساعدين يشتغلوا في الملعب والحكام تيجي تشتغل. هل حصل كده بعد الاسبوع اللي فات؟ يبقى ما حصلش، يبقى التطوير ده شو. تجاهل بعض الحكام لاسباب غير مقنعه، كابتن طارق؟ تجاهل طبعا مش لاسباب غير مقنعه، انا بجامل حبايبي. يعني ما يجي الكابتن احمد الغندور مع كل احترامه والتقدير كان في تونس وبيحكم بطوله بتاع شمال افريقيا ويرجع يوم الخميس يحكم يوم الجمعه. كابتن امين عمر كان في تونس يجي يحكم يوم الثلاث. كابتن المساعد اعتقد كابتن سمير حاجه كده كان برضه في تونس وجه خد حكم مش عارف. كابتن محمد خاطر، طب هكمل لك القايمه. كابتن محمد لما حكم ربع لما حكم صالح لما حكم كابتن احمد الغندور. كابتن احمد الغندور من الحكام الكبيره. انا ما قلتش انا النهارده انا فاهم. لا انا هقول حاجه، هو لما جه رجع هو استنى بس عشان ما حدش يفهمني. هو لا احمد الغندور حكم جاي معلش انا هرد على احمد محمد. انا هقول هو لما جه من السفر مين اللي عينه؟ مين اللي بيحط القرارات؟ ما المشكله حضرتك، المشكله يا استاذ نجلاء ايه؟ انا زمان كان بيقعد على الترابيزه لجنتين من العمالقه القدام. كنت انا زمان وانا صغير بشوف صور المرحوم علي قنديل، مصطفى كامل محمود، احمد محرم مع احتفاظ الالقاب، نهاد محرم، حسين فهمي، قاعدين على الترابيزه بيختاروا ايه كل ما يخص التحكيم. كل ما يخص التحكيم تعيينات او اي حاجه او اي قرار للتحكيم، الخمسه العظام دول بيختاروا. بعد كده جه الكابتن محمد حسام رحمه الله عليه، ومعاه الكابتن عبد الرؤوف، كابتن محمود عثمان، الكابتن علي حسين، الكابتن عبد الستار، الكابتن محمد توفيق بيختاروا. أيوة موجود. وكان الكابتن احمد شناوي موجود. دلوقتي اللي بيحصل بقى جت لجنه اللي هو عصام صيام راجل عنده علم، عنده اداره. موجود معاه لجنه، كان موجود معاه الكابتن نصر، موجود معاه مجموعه. كان بيعمل ايه؟ اللي بيحصل كان بيقعدوا. انا بتكلم اللي بيحصل دلوقتي قرارات فرديه. كابتن خلينا نتكلم يا جماعه. مش عايز احط راسنا في رمل. انا عام من اسره التحكيم، وجاي بقول للتحكيم وبتمنى وجاي نفسي التحكيم يبقى في الفتره اللي جايه. مش عاجبني الفتره اللي فاتت، لازم يبقى التحكيم احسن، وانا مع الحكام ومع التحكيم. يبقى طالما انا مع الحكام والتحكيم، لما اجي اتكلم يبقى اتكلم بشفافيه وبتكلم بصدق للصالح العام. يبقى بقول النهارده ان انا القرار بنسبه، عشان ما بقاش انا بنسبه 95% المسؤول عنه الكابتن عصام بس. طيب. اذا كان في 5% موجوده للناس او مش موجود، دي انا المباريات اللي هي ايه كل ما يخص التحكيم. دي الحقيقه وده الواقع اللي انا بتكلم فيه. بقول كده اللي هو جاي من تونس يطلع له قرار انه هيحكم، جاي من يعني انا بتكلم على ايه؟ ان انت
بتكرري المواقف، وده مش عن طريق ان انت ايه بتختاري بقى الاصح او مش لاقيه. لا احنا قاعدين انا وحضرتك وكابتن ايمن على الوصف، كابتن ايمن يحط كابتن فلان لا 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 هاتوا كابتن فلان. طب نحط كابتن فلان ده لسه جاي لا 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 سيبك من كابتن فلان. متاكد من المعلومه دي؟ انا اللي انا شايفه لا، اللي فعلا انا قلتها بدل التعيين المره بالطريقة 50 دي. لا مرة. هو لان كابتن عصام لا. قبل الموجز كابتن عصام ما كانش موجود. هو لو مش بعد موجود الموجز. بيتبعت له وهو بيقول طبعا بيكرر. ما هو لو مش موجود في مصر ايه اللي هيحصل يا استاذه؟ هات وخد، خد وهات، صد ورد، ومناقشات، حوار بجد، حوار بين اتنين، يوم الاثنين. 2 يوم الاثنين. 2 يوم الاثنين. نجلاء حلمي. نرجع تاني، اهلا بيكم. فترتنا المفتوحه الاسبوعيه 2 يوم الاثنين. التحكيم المصري ايه اللي ليه وايه اللي عليه في الفتره الجايه؟ كابتن طارق رمضان، كابتن ايمن دجيش متواجدين معايا في استوديو 16، لكن الميكروفون هيتجول ما بين الحكام المختلفين علشان يقولوا لنا رايهم ايه وايجابيات وسلبيات التحكيم المصري بعد متابعنا 5 جولات من الدوري العام. عايز تقول ايه؟ قبل بس بنروح للتليفون اللي معايا. للتليفون، وده تليفون مهم. امبارح سيرينا ويليامز نجمه التنس العالميه في نهائي بطوله امريكا المفتوحه للتنس شتمت الحكم. يعني قالت له انت ما بتنفع كده، وعملت شويه احتدت عليه. لا وشتمته والدنيا كلها كانت سامعه. ايه اللي حصل بقى؟ إيه؟ عشان تعرفي بس ايه سرعه العداله ايه. بعدها على طول استلمت الجائزه وعملوا كل حاجه. الاتحاد الامريكي للتنس قال ايه؟ $17,000 غرامه على سيرينا ويليامز. 2 ما تخشش مبنى الاتحاد لاي سبب من الاسباب لمده سنه. دي سيرينا يعني اللي هي امريكا كلها، ورغم ان الجائزه ما شفعتش ليها ولا اي حاجه، ولا هي خدت ولا المركز الثاني بس ديت نجمه امريكا يعني والعالم كله. انا بتكلم على ايه؟ على تمام. العداله. برضو في دوري اوروبيه هاري كين نجم انجلترا اعترض على، بس اعترض بقى. شايفه الاعتراض ايه؟ الحكم حكم. الحكم بقى في حكام مع احترام الكابتن ايمن يمسك مثلا ايه اللاعب وليد ازارو بتاع الاهلي يقول له وليد معلش عشان خاطري ما تعملش كده تاني. يجي لطارق حامد بتاع زمان والنبي يا طارق ما تشخطش فيا، انا بكلمك جد ومشاهد على الهوا. لكن هاري كين واقف قدام الحكم بيعترض وبيتكلم بس ايده ورا ظهره، والحكم باصص له بصه يعني انت عارفه شخصيه قويه ويشرح له اللعبه. طب يا جماعه دي الشخصيه يعني دي بقى ما حدش بيتعلمها. لا بيشرح له اللعبه على في الثانيه بقى. ما انا هحكي لك واحده ثانيه على طول. البرازيل وفرقه برضو ماتش ودي نيمار وكابتن سمير سمعنا نيمار اللاعب شالوا من على الارض زي الكابتن طارق كده وكابتن سعد سمير ما بيشيلوا اللعيبه. الشخصيه ما حدش بيتعلمها. فالحكم برضو راح شرح اللعبه. انا بتكلم على حاجه فنيه بقى. كابتن شرح اللعبه قال له انت شلت كده انا كده وعشان كده بديك انذار. ما بيحصل ده بيشرح اللعب. احنا عندنا الحكم ما بيشرحش اللعب. لو لاعب يعني مثلا لاعب من طلائع الجيش مع كل احترام طبعا او من الجونه او يبدا يجي يعترض هيروح ممكن الحكم يقول له انت بتعترض هديك بالقلم. لكن لاعب من الاهلي والزمالك يجي يعترض يقول له معلش عشان خاطري انا حكم غلبان مسكين. يلا بقى هرجع تاني واقول لكم اسجل اعتراضي. شخصيه الحكم اجيب لك اسجل اعتراضي. ايه لا شخصيه الحكم بتفرق. اجيب لك اسماء ملهاش دعوه بقى ولا ايه انديه جماهيريه ولا انديه غير جماهيريه. هي الشخصيه. ورئيس لجنه الحكام مش هيعلم مش هيعلم الشخصيه. طب انا هقول له حاجه ثانيه. اساله سؤال. انت طب نوسع دايره الحوار. يلا كابتن سمير خش عشان ما اعطلوش انا بقى بلا سبب. يا كابتن سمير مساء الفل واهلا بيك. انت نورك بس يعني كابتن سمير عثمان حكمنا الدولي. اهلا يا كابتن سمير. اهلا يا كابتن طارق. ازي حضرتك؟ كابتن سمير يا حبيبي. مفتقدينك في القعده دي. يعني ايمن يعني وكابتن طارق يعني ما شاء الله مخليني الواحد مستمتع وهو بيسمعهم. ده احنا مستمتعين طبعا اكيد بوجودهم كلهم. وبنتكلم النهارده عن التحكيم المصري ايه اللي ليه وايه اللي عليه بعد ما تابعنا 5 جولات من الدوري العام. ويا رب ان شاء الله ترصد لنا بعض الايجابيات عشان ما يبقاش كله ايه ضرب ولا ايه كابتن سمير؟ لا ان شاء الله كلها تبقى ايجابيه بعد كده يا رب. يلا قول لي ايجابيات كده للتحكيم المصري وتابعته ازاي وزمايلنا او ضيوفنا يعلقوا عليها. اتفضل. في ال5 اسابيع اللي فات. في ال5 اسابيع اللي فات. سؤال صعب قوي يا كابتن. ما لقيتش ايجابيات خالص. لا في ايجابيات طبعا، في ايجابيات تمام. بس الايجابيات قليله مش على قد
المعسكرات الكتيره اللي اتعملت كان الواحد متوقع ان مردودها هيبقى اعلى من كده. نعم. تمام. والمشكله ان المشاكل كلها اللي حصلت في الدوري العام حصلت من حكام كبار برضو مش جداد. بالعكس في حين الحكام الجداد النهارده اللي اشتركوا كانت مشاركتهم كويسه وايجابيه، ما كانش فيها حصل مشاكل كتيره. نعم. بس انا طبعا مع كابتن طارق، انا سمعت كنا نسهر دقيقتين بس في حته نقده للتطوير. هو طبعا عنده الحق الكامل طالما ان في تطوير وفي مبالغ بتدفع عن التطوير. كنا نشوف مردود اعلى من كده بكتير. انا طبعا مش عاوز اقول ان مباراه الاهلي والانتاج الحربيه اللي فاتت هي اللي بينت المشكله الكبيره دي، هي اللي قد تكون خلت حضرتك تعملي برنامج مهم زي ده النهارده تناقشي موضوع مهم جدا قبل استئناف مسابقه الدوري العام. فانا بتفق مع كابتن طارق، طبعا كان لازم يبقى في مردود اعلى من التطوير، خاصه الحاجات اللي احنا شفناها كانت جايه من الحاجات الجديده اللي اتحاد الكره حاططها، اللي هي الحكم الاضافي اللي ورا المرمى طبعا. طيب يعني افهم من كلامك ان انت التطوير الى حد ما لمستوش قوي بعد مرور 5 اسابيع من الدوري العام. كابتن طارق نعلق ايه؟ ما كابتن سمير متفق معانا ان التطوير ما فيش تطوير يعني، والا كنا لمسناها يعني. وهسال كابتن سمير وكابتن ايمن، حضرتك الحكم الخامس اللي احنا دخلناه من السنه اللي فاتت، صح؟ مش السنه اللي فاتت كان في حكم خامس؟ على مدى السنه دي هل احنا عملنا له دورات تدريبيه مثلا حوالين المهام بتاع الحكم الخامس، طريقه يعني احنا جبنا اكتر من لقطه الحكم الخامس سايب الخط وداخل لغايه منطقه 18 لغايه خط الست، مهامه ايه هو مش عارف يعني، هل هو مهامه انه يبلغ حكم الساحه في كور معينه، ولا يعني هل عملنا دوره تدريبيه كده لبعض الحكام على الحكم الخامس، ولا خدناهم من الدار للنار انت بقيت حكم خامس يلا احكم بقى زي ما انت عايز؟ لا انا اعتقد يا كابتن طارق لا، هي اللجنه ممكن تكون قالت لهم تمام، بس ما عملوهاش عملي غير في المباريات. يعني انا اتحدى، شوف انا بكلم حضرتك اهو دلوقتي، اتحدى اي مباراه وديه اتعملت كان فيها حكم خامس. صح، ما كانش فيه، مهمه جدا ما كانش فيه ولا مباراه انت في عمليه ما بتبقاش نظري ولا حاجه عمليه في الملعب، لازم انت يعني تحس بيها في الملعب في مباراه. انا ما اعتقدش وانا متاكد ان مفيش مباراه وديه في مصر اتعملت فيها حكم خامس، برغم ده مهم جدا. صح، مفيش. دي نقطه مهمه طبعا يا كابتن طارق. وخلي بالك الحكم الخامس اهم نقطه عنده، اهم نقطتين، انه يشوف الكوره عدت بين القوامين وتحت العارضه ولا لا، تمام. والحاجه الثانيه لو في ضربه جزاء قريبه جدا منه يساعد الحكم فيها. ودي طبعا اللي احنا ما شفناش في الفتره اللي فاتت. كابتن سمير، يا كابتن ايمن ممكن اسالك سؤال يا كابتن سمير؟ اتفضل. انا كنت بقول للاستاذه نجلاء وكابتن طارق ان انا زمان كنت بشوف اللجنه ديت 5 6 انفار من العظماء، قلت لجنتين ولجنه ثالثه مثلا كان موجود الكابتن جمال اللي هو احمد بدوي، كابتن احمد شناوي، وقلت على لجنه اللي هو عصام وقلت على كابتن علي انديه الله يرحمه. اللجان دي يا كابتن سمير وانت عشت، يمكن انت عشت اكتر مني وانت صغير، لمست اكتر مني بسبب وجودك مع رحمه الله عليه كابتن محمود عثمان، ده اللي هو ابو التحكيم المصري كله يعني. فانت شايف ان شكل اللجنه دي اللي كنا بنشوفها دي اتغير؟ الشكل بص يا كابتن ايمن، برضه الناس اللي موجودين برضه عملوا برضه شغل كويس في التحكيم، تمام. بس الواحد كان متوقع مثلا ان في ايجابيات، بس انا عاوز اقول لك حاجه برضه، الاحداث اللي حصلت اللي فاتت دي يا ايمن، انا بعيدها تاني، ده مش من حكم صغير عشان اقول ليه، لا ده من افضل حكام موجودين في مصر هم عملوا الاخطاء بالظبط، دي وارده. انت واخد بالك يعني الحته بتاعت الحكم الاضافي في ماتش الاهلي والانتاج في ضربه الجزاء والتسلل مش محتاجه حكم قديم ولا جديد، صح ولا انت ما تتفقش معايا؟ دي مش بتاعت اللجنه بقى يعني. اما الاقي في تسلل في 3 متر فرق، دي مش بتاعت لجنه، اللجنه هتقول لحكم دولي احسب تسلل وفي فرق 3 متر. ما تزعلش مني يا ايمن وانت قاعد في حكم دولي قاعد مع كابتن نجلاء. ايوه انت لو لعبت بالبنطلون والتيشيرت هتبقى احسن من الموجودين بالظبط. انا عايز بالظبط اقول لك حاجه، ربنا يخليك يا سمير. عارف بتاعت ايه يا ايمن؟ اقول لك حاجه بس عشان تكملوا، دي بتاعت عدم اهتمام من الحكم، عدم تمركز سليم طبعا، عدم واحد مش مهتم، واحد مش مهتم. دي نقطه على الحكام. دي اللجنه تعمل فيها ايه؟ صح لا انا اقصد السؤال بعد اذنك. طب اقول لك اللجنه تعمل ايه؟ اتفضلي. يعني تعلن انها ممكن ايه تستبعده،
لغايه ما يدرك لا. ويتمركز صح. برافو عليك. اه لا، لكن ما وحاجة لاقوش كمان- بقى بعد الاسبوع لا. موجود. وحاجه كمان معنى كده ان ولا عندي وحاجه ثواب ولا كمان عقاب. دور اللجنه برافو عليك. أيوة. دور اللجنه ان هي زي ما قال كابتن سمير كده ان هي كانت تدي الحكم الخامس مباريات وديه كتير مثلا يعني ايه زي نادي كذا اللي راح الحكام أيوة. فيه بكذا برافو فيبقوا عليك. كذا ماشي. فيبقى معاك حكم خامس بكذا يعني ما جاتش في اتنين كذا اثقله اتنين كذا فيثقل في أيوة. في الكذا الكبير قوي دي أيوة. وبعدين يجي ولو- بقى للدوري ولو معانا. لقيته ما بيتعلمش لا، يستبعد. ما بيتعلمش بس كتير أنا هرجع- خالص بقى. سكات اختيار. هرجع ده للكابتن دور سمير عشان هو ايه هرب معايا من السؤال طب. ولعبني. ارجع لك كابتن سمير. انت رايك يا كابتن سمير لما يجي تعيينات او اي القرارات تبقى جماعيه ولا فرديه؟ زي قرارات سيبك من المناصب، قرارات اختيار التعيينات، قرارات اي حاجه لازم تبقى ايه، فرديه ولا جماعيه؟ لا جماعيه طبعا. بس هو ده اللي انا بتكلم عليه. انا مش بهاجم. لا يا كابتن سمير فردي هو هو بيقول ان القرارات انا بقول أيوة ده تجب لان إنها ايه جماعية لان ليه فعلا. احنا بنقول ليه دي الكلام لجنة. ده لان الاداره مش كلام الاداره دي والاستاذ صار يعرف ده علم. انا النهارده ممكن عندي حاجه مش عند الاستاذه نجلاء، مش عند الاستاذ طارق، نكمل بعض. مش عند الكابتن سمير. أيوة في معلومه واحنا قاعدين بنحط لا خد بالك ده كذا. أيوة. ممكن انا لو مسؤول لوحدي ما تجيش في بالي تعدي عليا دي. وارد. لكن لما يكون في 5 موجودين وكل واحد بيقول حاجه معينه يبقى كده هنوصل لحاجه صح. وفي نفس هيبقى في عدل. اللي هيبقى في عدل النهارده ممكن يكون في حكام ما بتلعبش ومفروض تلعب. لو في احنا 5 صنفار هيبقى انا ليه راي اقول لا. هلفت النظر لده انما انت في ناس ما بتلعبش انت ما تعرفيش ما بيلعبوش ليه، وفي ناس بتغلط وتلعب، وفي ناس بتنجح وما بتتكررش. ناس بتتعاقب هي دي الامور. آه. الامور دي بتبقى مبهمه. ايوه بالظبط كده. كابتن سمير يعني نتمنى إن وبعدين شاء الله. اللجنه لجنتي وانا حره فيه قصدي ولا حر فيه. طيب ماشي كابتن سمير بشكر تواجد حضرتك معانا ونتمنى ان شاء الله يا رب يعني من خلال فترتنا ان احنا نضع ايدينا على السلبيات من اجل المعالجه مش اكتر ولا حاجه. وخلينا طبعا لا نجهل كاس العالم كان فيه اخطاء كتير جدا للتحكيم. لا في كل حاجه الماتشات بتاعت كل أوروبا دلوقتي الدوريات. فيها أخطاء. ولكن الجميل ان احنا بس دي نواجه أخطاء نفسنا واردة. باخطائنا. احنا ما بس عندناش الفار حل مشاكل كاس العالم كله. بشكرك يا كابتن سمير. شكرا احنا ما ليك. عندناش ورده. شكرا ورده ما جاتش خالص. ورد. ثلاث دقايق بسرعه كده نروح لمستمعينا الكرام من خلال الصفحه الرسميه لإذاعة شباب ورياضه. وليد الشناوي بيمسي علينا بيقول لي التحكيم بعافيه شويه في جميع المسابقات سواء كانت براعم والفرق والناشئين كلهم بيعانوا، وكمان كرة النسائية بتعاني من التحكيم. أما الدوري المصري فيعني التيشيرت بيحكم وحدث ولا حرج. وليد جودة بيقول لي ليه مش بنقرا الكومنتات؟ يعني عندكم تعليمات ما نقراش خالص يا وليد؟ على فكرة احنا بنقرا على فكرة من موبايلاتنا الشخصية لأن النت في الاستوديو بعافية شوية. رجع تاني بيقول أستاذ طارق بصراحة رأيك إيه في الجمعية العمومية للأهلي المزمع عقدها يوم 28/9 وجمعية الزمالك العمومية أيهما أكثر قانونية ودور اللجنة الأولمبية في الأزمة؟ بسرعة ترد عليه. لا الاهلي طبعا من حقه ان هو يعمل جمعيه عموميه عشان يعيش لائحته لان هو عايز يعمل لائحته الشخصيه. فبالتالي حقه انه يحدد وحقه انه يشوف الاطار القانوني بتاعه ومحدش يتكلم في بطلان او عدم بطلان. أيوة. ده حقوق ومنصوص عليها في قانون الرياضه. بالنسبه لنادي الزمالك اللي يحكم في بطلان او عدم بطلان طبقا لقانون الرياضه اللي احنا لازم نقراه. أيوة. الجهه الاداريه المعنيه اللي هي الجهه الاداريه اللي هي وزاره الشباب والرياضه. نعم.
هي اللي تقول ده باطل او مش باطل، مش اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه بتعتمد بعد اللجنه الاداريه، يعني يعني الوزاره تعتمد وبعدين تبعتها لها اللجنه للاعتماد. الاولمبيه لو في خلاف للاعتماد بيني الرسمي. وبين الوزاره نروح بقى المركز التسويقي والتحكيم. لازم نقرا بس القانون. فهو اذا كانت الجمعيه العموميه مخالفه لائحه الزمالك الوزاره مش هتعتمد. جميل. طيب سلامة بيقول لي يا ريت نتكلم بصراحة. التحكيم في أخطاء كثيرة جدا، ضربتين جزاء للنجوم أمام الإسماعيلي، وهدف ملغي ضربة جزاء لم يحتسب للأهلي، وهدف تسلل للزمالك. حتى التحكيم الإفريقي حكم مصر والنيجر كان ليه 3 ضربات جزاء. كلامي صح يا كابتن؟ وقولوا لي إيه رأيكم في الموضوع. وليد رجع تاني بيقول لي مساء الحب والجمال. نظام الفار لو تم تطبيقه لا يتم القضاء تماما على شماعة التحكيم. وإيه رأيكم بقى في الموضوع ده؟ هل فعلا ممكن يطبق في الفترة الجاية، خاصة ان يعني سمعنا ان في بعض المسؤولين عرضوا على لجنة الحكام تطبيق هذا النظام ويتحملوا كل التكاليف المادية؟ انا اقول رايي من ناحيه التكاليف، وكابتن ايمن يقول رايه من الناحيه الفنيه. بس بصراحة. انا هقول لك على حتى لو طبقنا النظام هيفضل برضه في اخطاء. وشفنا في كاس العالم يعني حته ان احنا لازم نعترف فيه اخطاء، لازم نعترف فيها. طبقنا حكم خامس، احنا بنحاول نتلافى الاخطاء. نحاول نقول ايه، ان احنا عندنا حكام كويسين اصحاب شخصيه بيحكموا بالعدل، الكلام ده كله. لكن حته التكلفه هو بالسكة جه ادانا كام محاضره؟ يعني ادانا 3 محاضرات في 20,000 دولار مكان. لا التكلفه بتاعتك 300,000 دولار. انا اعرف التكلفه 10,000 المباراه 15,000. دي نقطه. النقطه الثانيه 300,000 دولار. النقطه الثانيه كلها على بعضها. انت عندك الامكانيات في الملاعب، الغرف، عندك امكانيات التصوير. طيب ده عندك امكانيات المباراه. رؤيتك الفنيه. انما انا عايز اقول حاجه قبل ما نخلص بالنسبه للفار. لا الفار خلى كاس العالم من احسن كاسات العالم اللي اتلعبت تحكيميا. الفار النهارده اخطاء. الفار النهارده هدف بيجي مثلا هدف تسلل زي الالعاب اللي هي الصعبه زي الهدف التسلل. النهارده الفار بيغير بيعدل القرار الخطا. النهارده زي المباريات اللي حصلت عندنا، لو في قرار خطا ركله جزاء مثلا زي اللعبه اللي جت. خلينا نتكلم في اللعبه اللي جت في مباراه الاهلي او في اي مباراه مثلا، في اي مباراه او في مباراه المقصه ركله الجزاء. كان الكلام ده كله لو في فار كانت اتصلحت وكانت اتعدلت في ساعتها. ده خلينا نتكلم ان هي هتبعد اللي هي بس هتبقى فيه الاخطاء. الالعاب المؤثره دي هتاثر فيها. نسبه الاخطاء هتبقى ضئيله جدا. التكلفه كلها 300,000 دولار بسعر النهارده. يعني بنتكلم لتطبيق نظام الفار في كل المباريات. تطبيق الفار وكل مباراه وكل الملاعب. لمده قد ايه؟ هقول لك ليه في السنه. هقول لك ليه. طب انا هقول لك ليه. لانك انت ما بتعمل، انت النهارده لما تيجي تتكلم على الاستوديوهات في كل ما بقاش الحكايه كده. الحكايه بتاثر تطور. انت بتعملي استوديو في مكان واحد في الحكام، وبتنقلي على الملاعب اللي انت عايزاها ربطا بالكاميرات وبالاجهزه اللي موجوده عندك. وهي شاشه بتتحط فين؟ في كل ملعب، شاشه اللي هو يشوف عليها. لانه ما بيروحش وحده التحكم. وحده التحكم ممكن في اي حته، احطها في اتحاد الكوره، احطها في ده الاستوديو اللي بيتعب. فبالتالي انت عندك التكلفه زي ما احنا قلنا كده. ده من بق بوساكه نفسه، من بق الاتحاد الدولي المسؤول اللي هو 300,000 دولار. ما عندناش اي يعني 4 مليون. خدي 5 من عندي كمان يبقى 10 مليون اجور الحكام. اولا الدوري النهارده، وانا بقول لك معلومات بقى مش حاجه، بيتصور بكام كاميرا؟ في قناه بتصور ب 24 وقناه بتصور ب 10 والتلفزيون بيصور ب 10. يبقوا كام؟ 20 24 34 كاميرا. خدي منهم 44 كاميرا. خدي منهم 10 6 كاميرات للفار. ظبطهم للفار في كل الماتشات اللي انت بتشوفيها ديت. هتعملي ايه؟ هحد شويه. هتحدي يعني من ناحيه التطبيق متاح. وعندك اقول لك على حاجه، اتحاد الكوره اهو مش جنبنا اهو في الجزيره، عنده اوض كتير. اديله الاوضه اللي فوق السطوح. ليه تعليق بس تعليق في الحته دي. تعليق في الحته دي. لكن انت تعليق في الحته دي واتكلم من الناحيه الفنيه. كابتن ايمن دجيش. هم لما جينا السنه اللي فاتت عملنا اي حاجه قبل اللي فات. لما تيجي النهارده بتعملي اي حاجه بتبقي حضرتك بتاخدي بتبعت للاتحاد الدولي للسوري. بعتوا طبعا هم عملوا التجربه اللي حصلت دي. التجربه دي اللي ما كانش المفروض ان هي تتم، يعني اللي هي اتعملت وحطينا التجربه دي اللي ما كانش المفروض. لان انا لما اجي اعمل حاجه في مسابقه كبيره بتاع اعمل حاجه الموجوده، اعمل حاجه المفروض. لما بعتوا بالظبط كده لما جينا ما اعتمدهاش. هو ما اعتمدهاش اصلا. النهارده اللي انا عايز اوصلك ليك يا استاذ طارق ان في شركات في الاتحاد الدولي هي المسؤوله. انت النهارده عشان تعمل فار مش هتجيب اي حد وتعمله من نفسك، غير مسموح لك. غير مسموح لك. اللي هيجي يعمل لك الفار بتاع الدولي. نسال سؤال تاني، انت بتتكلم عن الفار. الفار موجود فين؟ طب هسالك بس سؤال. يعني هو الفار موجود فين؟ في بطوله كاس العالم كان موجود فين تاني؟ موجود في دول موجود دلوقتي في الدوري الانجليزي.
بس في حد تاني ما هو في اسبانيا في حسب ايطاليا اللي علشان عايز مفيش اللي حد عايز يرغب. قدم. بالظبط. الكابتن اللي عايز يقدم يقدم. بالظبط. هو دلوقتي يقدم. الاتحاد الدولي قال لك ايه بعد كاس العالم؟ نطبق النظام ده في انا ما الدوريات كنتش المختلفة. مطبق قبل دلوقتي. طب حته ان هو يرغمنا على شركه ما اعتقدش قوي، يعني احنا نقدر عندنا كابتن هو هنا بس- بريده في قلب الاتحاد. انفانتينو ما يقدرش يقول له ايه خد الشركه دي وما تاخدش الشركه دي. والله أنا انفانتينو سمعت- ما يقدرش أنا- يرغم كابتن أنا هاني على اي حاجه. قريت مظبوط. ان كابتن هاني بيعمل اللي هو عايزه. فلما يبقى عندي عضو ضالع ريت. في الاتحاد الدولي، يبقى الاتحاد اختار الدولي يبقى الشركه اللي انا معايا. عايزاها. يا ريت. ايوه أنا- يعني لو قالوا لا أنا كابتن قريت هاني إن الكابتن مش هي هيعمل لا. كل قريت ان كده. الكابتن احمد حسام ميدو قدم مقترح. يعني انا تابعت المره اللي فاتت. يا ريت لو عنده كابتن احمد حسام ميدو عنده مقترح في الموضوع ده، وقال شركات وحاجات والعمليه مش تبقى مكلفه. هو يجيب لك قدم العرض ده الشركة زي ياخدوا شركات ياخدوا بيها التحليل. يعني. عايزين ده نتكلم بقى اقتراح عن كابتن الحكم ميدو يعني. الخامس. بالظبط يا كده. ترى ليه لازمه؟ يا ترى يعني انتوا شايفين ان هو دلوقتي- مؤثر في الحكايه؟ كابتن ياسر عبد الرؤوف، مساء الفل واهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي يا مدام نجلاء، أهلاً وسهلاً. وتحياتي للاستاذ طارق وكابتن ايمن. سعيد يا كابتن ياسر. يا كابتن ياسر حبيبي يا ماشي. ازيك يا كابتن ياسر؟ ايه الاخبار؟ تمام. والله الحمد لله كله تمام الحمد لله. الحكم الخامس، قول لي وجهه أيوة. نظرك فيه. هل فعلا يعني حاسس ان هو مؤثر في الدوري المصري من خلال متابعتنا بعد مرور 5 أسابيع من الدوري العام يا كابتن؟ طيب هو الحكم الاضافي طبعا احنا استخدمناه من الموسم اللي فات، مم. وفي بدايه تطبيقه كان في ايجابيات كانت موجوده، وكان في حكام اخذت قرارات مصيريه وساعدت حكام الساحه، ويعني كان في ايجابيات موجوده جميل. شفناها ولمسناها. مم. ولكن بعد كده بدا الموضوع يتحول واحده واحده لسلبيات. كانت نتيجه عوامل كتير، يعني اولا عدم وضوح المسؤوليه، عدم تقسيم المسؤوليه، ايوه. برضو الثقه قليله من بعض الحكام في نفسها بعض الشيء. يعني خلاص وصلنا لمرحله ان بقى في فقدان بالثقه ما بين حكام الساحه وحكام الاضافيين، على الرغم من ان هم دول. يعني النهارده اللي بيبقوا اضافيين بيبقوا حكام ساحه بعد كده والعكس. ايوه صح مظبوط. نعم. يعني في طبعا سلبيات ظهرت ما كناش نتمنى ان هي تظهر. مفيش ايجابيه لفتت نظرك كده يا كابتن ياسر من ناحيه متابعتنا للدوري العام؟ في ايه بس؟ انا لو اعرف على طول. انا عماله يعني اشوف كده اي ايجابيه لا لازم هو نقولها. هو اولا طبعا بس عشان نبقى منصفين. نعم. وما نبقاش جايين على حد. ايوه تمام. نعم. لازم نحط كده قواعد او خطوط رئيسيه. اللجنه بتشتغل اللجنه بتتعب طبعا. الحكام بيحاولوا كان ان هم يركزوا وان هم يتمرنوا وان هم يبقوا كويسين، ده اكيد موجود. نعم. ولكن القصور اللي بيحصل او السلبيات اللي بتظهر ما حدش عارف لها سبب. دي حقيقه. لان السلبيات اللي موجوده او الاخطاء اللي بتحصل مش اخطاء عاديه، ولا هي اخطاء صغيره، ولا هي اخطاء تقديريه. ايوه. فطالما ان احنا رحنا للمنطقه دي فلازم ندور على اسباب ثانيه. طيب. غير التمرين وغير المحاضرات وغير اسباب العمل نفسيه وغير تقصد؟ النظري. اسباب نفسيه؟ العامل النفسي. نفسيا ممكن بعض الشيء بعض الحكام مادية. بتدور على العد. مادية. يعني معلش ما يمكن ايمن قاعد مع حضرتك، احنا كنا بيعدي علينا فترات طويله ما كناش بنقبض فيها، ولكن كنا بنحافظ على نفسنا وبنحافظ على مستوانا. ما هو الكلام ده انا معاك يا كابتن ياسر. انا معاك يا كابتن ياسر، بس مش عايزين نقول يعني انت بتتكلم النهارده الامور اتغيرت. النهارده انت بتدير في دوري كبير، دوري بيحمل ارقام كبيره، دوري النهارده كل الكلام النهارده الحكم لازم يتعد، الحكم ياخد حقوقه. الكلام اللي بتتكلم الكابتن ياسر ممكن كنت اقبله كمان 5 سنين من 10، انما النهارده في الدوري ده معلش انا ايمن دجيش ما قبلش النهارده ان الحكم يروح يحكم في الدوري دون. لا يبقى عندي النهارده مشكله كبيره. لو الحكم ده النهارده ما بيتعدش كويس يا كابتن ياسر، هم اللي بيتعدوا كويس، هم بيعدوه كويس. ما فيش النهارده اتحاد دولي لما بيبقى عنده بطوله كابتن ياسر، عندي بطوله دوري ممتاز كبيره. العملي في الملعب النهارده الحكام المساعدين، خليني اسمعني يا كابتن ياسر بس. المفروض اجيب الحكام المساعدين دي بعد اللي حصل ده، اجيبهم اعمل لهم معسكر في الفتره ديت في ملعب، اجيب المساعدين اشغل موجود مساعدين كبار، موجود الكابتن وجيه موجود ناس كتير موجوده، واخد بالك تقعد معاهم وابتدي اشتغل معاهم عملي في الملعب. هل الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ هو الاتحاد الدولي شغال كده، واي حته اي بطوله بتروحيها كده. انت بتشتغل النهارده بطوله كبيره وبطوله فيها منافسه، انديه كبيره. ما حصلش طبعا اليومين دول، والدوري شغال ما بيحصلش. بجيب حضرتك والكابتن ياسر كان موجود في اللجنه، بجيبك يوم ما يعملش حاجه. الحكم يا استاذه نجلاء الحكم المساعد ده ال60 حكم اللي بيلعبوا او ال70 او اللي انا هختاره ده، دول تحت عيني، هجيبهم حتى لو مجاميع، امرنهم عملي في ملعب موجودين على طول، واقعد معاه وهو رايح الماتش
احسسه حتى انت الحكم يحس ان هو ان انا جايبه متابعه. ومتابعه وبيشتغل واقف اشتغل لي جنبه. عملي واتفرج عليه مقويه. واتابعه انت عندك ايه، مقويه. اشوفه هو بيجري أيمن، حتى اشوفه هو بيجري أيمن. يعني. اتفضل يا كابتن ياسر. ما انا كنت فتحت الراديو وسمعتك. اتفضل يا انا كابتن. واخد انا بالك؟ كنت فتحت الراديو وسمعتك كان اسهل. مش اتفضل يا كده. كابتن. طب هو سؤال بس يا كابتن ياسر إيه ده؟ سؤال يا كابتن ياسر، سؤال مهم بس. دي في الجول. حضرتك قلت ان اللجنه بتشتغل واللجنه بتتعب. اكيد. طيب اما أكيد. بيتم أكيد. الاعتداء على الحكام، اما أيوة. بيتم ضرب الحكام، اما بيتم اهانه الحكام في تمام. كل الدوريات من الممتاز لغايه الثالثه، تمام. وممكن نقول وقائع واسماء، كتير. اللجنه هنا بقى دورها بتعمل ايه إيه؟ للحكام؟ هو استاذ طارق، هو انتوا ليه مسكتوا في جزئيه ان الحكام بتشتغل وما سمعتوش بقيه كلامي؟ طيب لا انا اتفضل. بسال لا تمام؟ هنسمعك ما هنسمعك. انا النهارده تمام، انا مش هقول على اللجنه ان هي الشيطان الرجيم وان اللجنه ما لا، إحنا بتشتغلش ما قلناش وان كده. اللجنه معطره وان اللجنه، لا انا هقول السلبيات وهقول الايجابيات. ايوه تمام؟ ما قلناش هو كده، حد ده عايز هي يقنعني، شيطان. حد عايز يقنعني يعني. ان النهارده اللجنه فرحانه بالمستوى اللي فيه الحكام؟ هل اكيد لا. اللجنه النهارده مبسوطه بالاداء اللي فيه الحكام؟ هل النهارده اللجنه مبسوطه بالهجوم اللي على الحكام عليها؟ اكيد لا. هو انا كابتن أكيد. ياسر يعني عفوا طب- انا النهارده انا اتفضل. كابتن ياسر انا النهارده لما اللي اتكلمت فيه يا استاذ انا النهارده قلت اللجنه الشيطان الرجيم. لا انا اتكلمت خالص، احنا قلنا انا بتكلم في إزاي تحكيم. هو المفروض انا بتكلم في تحكيم. كابتن انا ياسر، النهارده بتكلم في نسمع- تحكيم. نسمع الكلام ده ما بقى. حصلش يبقى النهارده في كابتن تاثير يا كابتن ياسر. انا ما يا بتكلمش ما أيمن، بهاجمش يا حد يا أيمن. كابتن ياسر. نسمع طيب. يا كابتن حبيبي ياسر. ما بهاجمش حد من الشيطان الرجيم. نسمعك بسرعه كده النقاط اللي المفروض تحصل في الفتره الجايه علشان الدوري العام، يعني بعد 5 اسابيع حصل اتفضل كده، يا ما كابتن بالك ياسر. بقى اتفضل مع يا كابتن. الاسابيع القادمه. اتفضل. بص يا ايمن كل السلبيات اللي انت رصيدها انا برضه وراك فيها بالعشره. نعم. تمام. واللي انت بتقوله انا قلت ايه اللي كلام- يحصل يا كابتن؟ انا يا قلت خلاص. انا قلت ايه اللي يحصل يا كابتن ياسر مش نعم إيه؟ اتفضل يا اتفضل. كابتن. اتفضل يا كابتن. اللي انت بتقوله يا ايمن مظبوط. تمام. ولكن هل احنا النهارده في مرحله ان احنا نقول سلبيات بس؟ لا طبعا. هل احنا النهارده في مرحله ان احنا نزود الضغط على اللجنه لا وعلى طبعا. لا الحكام؟ احنا ما قلناش سلبيات يا لا. كابتن ياسر. طيب، احنا بنقول اللي نسمعه؟ نعمل ايه نلحق. عفوا يا مش- كابتن نسمع كابتن احنا قلنا ياسر. نعمل ايه أيوة. كان المفروض نعمل ايه نشتغل ايه عشان طيب. الامور كلنا اسمع اتفضل. يلا يا كابتن. اتفضل يا كابتن. تمام. اللي احنا عايزين نقوله يا مدام نجلاء يا استاذ طارق يا كابتن ايمن، نعم. تمام، ان احنا النهارده وصلنا لمرحله ان كل الاساليب اللي كانت اللجنه بتتبعها اللي انت بتقول عليها يا كابتن ايمن ما نجحتش. نعم. تمام. تمام. وطالما ما نجحتش يبقى انا لازم ادور على وسائل ثانيه. مظبوط يا تمام. كابتن. جميل. النهارده انا سامع الكابتن سمير بيتكلم بيقول ان الاخطاء اللي وقع فيها الحكام، تمام، اللجنه هتقول ايه لمساعد بيرفع مثلا وهو الراجل متغطي 3 ياردات. ايوه. هل دي محتاجه تمرين يا كابتن ايمن؟ لا. هل دي محتاجه يا كابتن ايمن توجيهات؟ هل دي محتاجه لجنه. محتاجه اعداد نفسي. ايوه يبقى في عنصر واقع محتاجه اعداد نفسي يا كابتن. يبقى في عنصر. محتاجه اعداد في نفسي. عنصر واقع مننا. أيوة. تمام. اختيار الحكم للمباراه المناسبه في التوقيت المناسب. مظبوط. وازاي تجهيزه نفسيا وازاي تجهيزه معنويا. نعم. وازاي ان انا ابدا اصد الهجمه الشرسه الموجوده باللوائح مش بالردود وبالكلام. نعم. تمام. يبقى إزاي ده إن أنا محتاج ايه؟ النهاردة محتاج ايه؟ ورش عمل. مش ورش. كده يا كابتن؟ ومحتاج ان احنا نوفر هدوء للجنه علشان تعرف تركز. هي مين اللجنه بقى يا تعرف كابتن تشتغل. كابتن ياسر بعد اذن حضرتك؟ انا ما اعرفش الاسم، يعني انا اعرف اللجنه دي اثنين، كابتن عصام كابتن وجيه بس. لا طبعا اللجنه مين طبعا بقى التاني؟ فيها اسماء كتير. ايوه مين؟ الكابتن عصام رئيس اللجنه. أيوة. معاه الكابتن وجيه، معاه أيوة. الدكتور عزب، معاه كابتن مجدي رزق. ايوه. كلجنه حكام رئيسيه. معاه ناس شغاله في اللجنه الفنيه. مين اللجنه الفنيه؟ كابتن سيد مراد. كابتن سيد مراد، كابتن أيوة. احمد ابو العلا، أيوة. كابتن حمد القاضي، كابتن مهند دبا. تمام. الناس دي انا اشتغلت معاها وشفت شغلها وبيحاولوا ويجتهدوا وانا كنت معاهم واحد من الناس كنت بجتهد. طب فين كابتن جمال؟ ما كملتش ليه يا كابتن هنوصل ياسر؟ لنقطة في الآخر. فين كابتن جمال الغندور وكابتن احمد الشناوي ما كانوا اعضاء في اللجنه الفنيه؟ طب انت كنت معاهم لا ما كملتش ليه؟ الكابتن احمد الشناوي والكابتن جمال وحضرتك؟ الغندور ما كانوش اعضاء في اللجنه الفنيه ولا عمرهم هيكونوا اعضاء في اللجنه الفنيه. طب أيوة. امال كانوا ايه يا كابتن؟ يعني هم بيساعدوا الناس، مستشارين اللجنه. طيب. موجودين مع اللجنه في جلسات التحليل، موجودين مع اللجنه. طيب إنما- انت كنت موجود مش كده يا كابتن ياسر؟ ايوه مدام. مشيت ليه؟ طبعا ايوه بيضحك دلوقتي مبسوط. لا والله العظيم ابدا. لا ما انا كنت اسالك، هي سالتك وتقول لك انت برضه مشيت ليه؟ مش انت كنت في اللجنه؟ ليه يا كابتن ياسر؟ انا مشيت انا
والكابتن تامر الدوري لسبب بسيط جدا من أيوة. لما الواحد بيخش لجنه، احنا اشتغلنا مع الكابتن جمال غندور وكان لينا تواجد وكان لينا افكار وكان لينا خطط، والكابتن جمال بنسبه كبيره جدا 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 كان متجاوب معانا وبيحقق اللي هو شايف ان في مصلحه الحكام والتحكيم. جميل. تمام. وصلنا ان احنا نشتغل مع الكابتن عصام اللي انا بسمي له كل احترام وكل تقدير طبعا. لما اوصل لفتره ان انا ما اقدرش احقق اللي انا عايزه او اللي انا بقوله او اللي انا بوعد بيه الحكام، لا فيبقى الافضل ان انا اقعد في البيت. مين اللي كان مكتفك؟ مش مين اللي كان مكتفني، هي كانت اللجنه. مين اللي ما كانش بيستجيب ليك؟ ما انت بتقول ان انا عندي افكار وعندي اهداف، لكن لما الاقيش اقدر ان انا اساعد الحكام خلاص اقعد في البيت. مين بقى اللي ما كانش مديك فرصه انك تطبق افكارك؟ سياسه اللجنه. ما حاولتوش تقعدوا مع بعض وتشوفوا الموضوع ايه؟ هو مين اللي بيحط سياسه اللجنه؟ وحاولت ان احنا نتكلم ونتناقش، وكان يعني في الاخر ما بنوصلش للي احنا عايزينه، ففضلت الانسحاب. يعني ده كان افضل يعني لاسباب كتير. اولها ان انا اخلي فيه استقرار. نعم. تمام. ويمكن انا اول مره اتكلم في الموضوع ده من انا خارج مثلا من اللجنه بقالي 5-6 اشهر. أيوة. عمرنا ما اتكلمنا في حاجه ولا باسباب ولا الكلام ده. نعم. وقلت الاسباب انا اتكلمها مع اصحاب الشأن فقط اللي هم الكابتن عصام وزمايلنا اللي موجودين. جميل. تمام. انما بص اقول لك لا طبعا احنا في ظروف صعبه. طبعا. تمام. طبعا في بعض الاصوات كانت بتنادي ان الكابتن عصام يمشي او احنا لا ان هو مش عايزين كابتن عصام يمشي. لا مين اللي قال كده؟ لا مين اللي قال يا كابتن ياسر؟ لا استنى يا كابتن ياسر. مين اللي قال كده؟ كابتن ياسر هسألك سؤال يا كابتن ياسر. ده كابتن عصام لو مين اللي قال مين اللي قال الموضوع اللي ده؟ مين اللي اعلن عليه او مين اللي قاله؟ مين اللي اعلن عليه او مين اللي قاله؟ يعني اللي احنا سمعناه ان الكابتن عصام قدم استقالته. لا ان الكابتن عصام قال انا بفكر اقدم الاستقاله، قال كده كابتن ياسر وكلنا ما حدش جاب سيره الاستقاله ولا حد قال يمشي. يعني عشان هجم على التحكيم، عشان الهجوم. ايوه الاستقاله اللي حضرتك عارفاها بس عارفها اللي احنا بنطلع بيها كل مره دي، وبعدين ايه يقول لك طبعا التحكيم محتاجنا فاحنا رجعنا على الاستقاله، لكن احنا مش عايزين كابتن عصام يمشي يا كابتن ياسر لسبب بسيط جدا. ان لو كابتن عصام مشي كابتن عصام هيطلع بره اللجنه. فاللي هيجي يمسك اللجنه بسم الله ما شاء الله، يعني انت عارف هيشوف نار جهنم بعد كده. فكابتن عصام يفضل قاعد عشان نعرف نعدل التحكيم. انا ضد ان كابتن عصام يمشي. مش هو ده اللي انا اقصده. اللي انا اقصده ما هو اكيد الكابتن عصام هيجي في يوم من الايام يمشي. هو كابتن عصام مش هيحدث فيها ولا حد بقى ربنا يسهل الاربع سنين. ولكن احنا بنقوله ايه؟ الكابتن عصام بقاله 7 سنين وايمن عارف الكلام ده موجود جوه اللجنه. سابها فترات قليله جدا. يعني لا تتجاوز سنه. فهو الادرى بحكامه، هو الادرى بالصف الثاني، هو الادرى بالصف الثالث. هو الادرى ازاي يعالج الفتره اللي جايه. تمام. اما يعني ان لجنه جديده تيجي وتبدا ان هي تجرب في التوقيت ده هيبقى الدنيا صعبه. طب اقول لحضرتك حاجه يا استاذ نجلاء، اقول حاجه بس يا كابتن نزل. ده هو في موضوع مثلا ابتدى دلوقتي الكابتن ناصر جه اللجنه في موضوع المفروض يبقوا شغالين معاه من الاول. اللي هو ايه بقى؟ ما انا هقول لحضرتك يا كابتن. اللي هو ايه بقى؟ موضوع المراحل السنيه لسه بيبدا النهارده، هيمسكه هو بعيد، هيبقى ده الملف اللي خاص اللي هيبقى المراحل السنيه للحكام. المراحل النهارده الحكم الصغير اللي بيطلع النهارده، التحكيم النهارده مش درجات يا استاذه ولا سن. انا النهارده الحكم اللي داخل لي درجه ثالثه، افرض انا دخل حكم بعد سنه ورحت، جايز ان انا الاقي حكم موهوب يا استاذ طارق. فالنهارده الحكام دي ما حدش بيبص لها خالص، الصغيرين اللي في الدرجه الثالثه والثانيه. النهارده الموضوع ده لسه هنبتدي، ما اشتغلنا لسه، بنقول في الف ب، لسه بنبدا نفتح ملفه ان احنا عشان نشوف مين الحكام المواهب. الحكم حتى يبقى عنده طموح، الحكم دايما مش هيفضل لغايه لما يبقى درجه اولى وبعد كده يبتدي يلعب. كابتن ياسر عبد الرؤوف، بشكرك جدا على المداخله السريه دي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله لاسره التحكيم المصري. انا اللي بشكركم ومستمتع جدا بحواركم وهنتقابل ايمن بس لما نخلص ان شاء الله. انت عارف ان انا واضح انت عارف ان انا واضح وبقابل اي حد يا كابتن ياسر. حبيبي انت انت عارف انت اخويا وحبيبي والله. هي القصه كلها انا عارف انت عارف في الاول والاخر يا كابتن ياسر. ممكن انا وانت نختلف في الاراء، ده وارد جدا، لكن في تقدير وفي احترام لبعض. ده اللي باقي. ممكن نختلف لكن بيبقى التقدير، بنقدر بعض، بنحترم بعض، بنقدر طريق بعض. ده اللي احنا نتمنى ان الباقي يعمله. كابتن ياسر بشكرك جدا. احنا ممكن نختلف على حاجات كتير
كتير، ولكن مش هنختلف ان احنا كلنا عايزين مصلحه التحكيم. طبعا ده اكيد. نتمنى التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله. اكيد يا رب. بشكرك جدا يا كابتن ياسر، شكرا لحضرتك، شكرا. احلى كلام عن التحكيم المصري بنقوله حتى لو في بعض السلبيات بنتابعها من اجل ان احنا نواجه نفسنا بيها وتتحول ان شاء الله في الفتره الجايه الى ايجابيات. 3 دقائق لمستمعينا من خلال الصفحه عشان ما يزعلوش. سامح بيقول هو الحكم الخامس يعني ليه موجود وانا حاسس انه ملوش لازمه. ابو ابراهيم محمد بيقول لي الحكم لازم يكون لاعب كوره قديم وفاهم كوره، واهم حاجه في الحكم الشخصيه والذكاء في اداره المباراه، ومستوى التحكيم غير مستقر ويعني فتره ضعيفه شويه ليه. احمد بيقول ملوش لازمه خالص الحكم الخامس، حكم ملوش هيبه، واخد بالك. كمان عندي مجدي بيقول لي لا حل لاصلاح التحكيم الا استقلال اللجنه ويشرف عليها خبير عالمي لا يخضع لاي اغراء او تهديد او ابتزاز، ويكون مسؤول عن التدريب وتعيين وتقييم حكامنا. لكن حاليا ده منافع ومجاملات وحاجات كده ايه يعني. لو الاعلاميين الزملكاويه سابوا كل واحد في حاله الدنيا هتبقى تمام. ايه اللي جاب سيره الموضوع ده؟ طيب منتصر بيقول لي مساء الفل، الناقد الرياضي الجريء استاذ طارق رمضان، كابتن ايمن دجيش احسن حكم مساعد، هو حكم عنده ضمير. التحكيم والتحكيم خلال مباريات الدوري المصري حتى الان سيء جدا وسبب في نتائج بعض الفرق من احتساب اهداف غير صحيحه ومنع فرق من اهداف صحيحه. مصطفى بيقول لي السلام عليكم، بيحتاج الى اعداد نفسي وبدني وبيحتاج الى ايقاظ الضمير وخاصه الحكام المساعدين. مش بالضمير دي ليه مش موجوده في التحكيم المصري. الضمير ضميرهم كله يعني سليم يعني الضمير الحكام خدي بالك، عايز اقول كلمه، لو الحكام الاخطاء اللي بتحصل دي في الفتره ديت انا بقول لك اهو الحكام مش مسؤولين عنها، الحكام بيجتهدوا وبيعملوا اقصى ما عندهم. طيب رمضان بيقول لي مساء الفل، اختيار استاذ طارق رمضان مولانا المشاغب الناقد الجريء وكابتن ايمن دجيش اختيار روعه، الحمد لله على السلامه، بشكرك جدا على ذوقك. عندي كمان علاء بيقول اهلا بيك كابتن طارق وكابتن ايمن، وشكلها حلقه ضرب نار. طيب عندي كمان فين ايام زمان كان بيعمل لينا تفتيش داخلي طبعا في السبعينات ولا الثمانينات، يعرف ايه ده الموضوع ده صعب. مش عندي الملجي لازم نشوف المشاغب ونشوف الدبله أيوة ده معلق لي بقى صوره عن هو اشرحها. كان الحاج مليجي بيتكلم على اللاعب ده لابس الدبله، ودي مخالفه كان لازم الحكم معدات اللاعبين. بالنسبه لمعدات اللاعبين التفتيش بالظبط دي مهمات الحكم الرابع بالظبط. الحكم الرابع الحكم يفتش بقى على كل لازم بقى حاجات المتشابه، السلسله، الخواتم، كل ما يضر باللاعب. احنا عندنا اهمال في الحته دي، احنا عندنا اهمال كبير في الحته دي. لكن انا هقول لك بس على حاجات جميل. اتفضل. واحد عشان ابدا بقى، احنا على فكره يعني خلينا نعترف كده، وكابتن ايمن موجود، احنا عندنا حكام على اعلى درجه من التميز، حكام ممتازين، حكام يعني احنا الحكام مش كلهم يعني، وممكن تبقى فيها عوامل مؤثره ما عندهاش. لكن عشان ابدا اطور بقى في التحكيم وادي كابتن ايمن دجيش وادي كل الحكام حقهم، يبقى واحد عندي لجنه زي ما قال مجدي كده مستقله بتاخد فلوس مهنيه. أيوة. ما فيش حاجه اسمها عمل تطوعي. جميل. 2 رئيس اللجنه لازم يكون من خارج اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، ما فيش حاجه اسمها عضو مجلس اداره اتحاد الكوره يبقى مشرف على اللجنه. هزود حته في اللي انت بتقوله بس عشان ما تعديش النقطه اللي انت قلتها. ايوه اهو. اشكل اللجنه قبل بدايه الدوري بشهر ونص واعتمدها. يبقى يا ريت ما بيحصلش ما حصلش والسنه اللي فاتت والكابتن نازل كان موجود. اللجنه اعتمدت في شهر 1 السنه اللي فاتت بعد ما عدى الدور الاولاني. جميل. بالظبط. انا بقول يا ريت بعد كده في المستقبل اللجنه يبتدي تحط خطوات، تبتدي تتشكل قبل بدايه الدوري ويعملوا. ايوه ولازم نرجع تاني بقى ونقول النقط مره ثانيه. واحد لجنه مستقله، خلي بالك يا جماعه احنا بنقول ازاي نطور اداء التحكيم محترفه بتدير لجنه التحكيم. اللجنه دي تبقى مستقله تماما ومحترفه وخبرات وكل اللي انت عايزاه. مين يختارها؟ اللي يختارها مجلس اتحاد الكوره، المجلس نفسه. ما هو بيعمل ايه المجلس؟ مش المجلس ده مسؤول عن التحكيم. هو المجلس كله بيقول انا عايز يختار لجنه مستقله محترفه هتبقى تابعه بس مستقله في قراراتها في شغلها، ما حدش يتدخل فيها، ما حدش يقول له انت بتعمل ايه. 2 ما فيش حاجه اسمها عمل تطوعي. اللجنه دي بتيجي بالرئيس بالاعضاء بتتقاضى اجر.
ليه؟ عشان اقدر احاسبها، اقول لها كذا الثلاثه اللجنه دي يبقى لها مهام محدده. اجور الحكام، مهنيه الحكام، تدريب الحكام، جميل. اختيار الحكام، جدول ما يبقاش جدول السنه اللي فاتت. يعني الجدول بتاع الثلاث سنين اللي فاتوا دول اللي هو ايه؟ كابتن امين عمر 65 مباراه، كابتن احمد غنود 80 مباراه، كابتن سيد ملوش مباريات، كابتن ايمن دجيش اصله غلط مش على مزاجنا فغلط في ما رفعش الرايه ينزل دوري الدرجه الثالثه ويعاقب. لكن كابتن محمد بقى عشان حبيبنا احنا قلنا له عيب ما تعملش كده، ما فيش كده، في عقوبات تبقى في عقوبات زي ما بنشوف. قصدك يا كابتن يعني بدون الموضوع مش ماشي كده برضه، بس انت قصدك يبقى العقوبات موحده في التحكيم ومعلنه. لا بس هرد معلنه ولا مش معلنه عشان بس انا هرد عليه في حته برضه عشان انا قاعد عشان التحكيم برضه عشان انا النهارده معلش يا استاذ هرد عليك بعد. انا النهارده انا مش بعترض ان حكم ممكن النهارده كابتن طارق اديله 20 ماتش وادي للكابتن محمد 5 ماتشات، ده وارد في التحكيم لان التحكيم مستويات. مستويات الحكام كلها مش زي بعضها، لكن النهارده الحكم لما ينجح يلعب والحكم التاني نجح بيلعب، يبقى انا النهارده ماشي، يبقى ايه امشي جنب بعضيهم. لكن عندي حكم سوبر وبتاع مفيش مانع ان انا بستعين بيه على طول. يعني دي مش هو واحد مش هنختلف، مش واحد مجموعه. عشان نخرج هكمل لك بالظبط. تمام. ثالثا حمايه الحكام، مفيش حكم اسمها حكم يتضرب وحكم يتهان وانا اقول معلش وحكم يتم اتهامه بحاجات وحكام يتم اتهامها علنا. يبقى لازم اللجنه دي تحمي حكامها طبعا، تجيب عندي ميقاتهم وزي ما قلت لك في البدايه مفيش حكم اسمه يجري ورا اتوبيس عشان يروح ماتش، ومفيش حكم ياخد عربيته عشان يروح ماتش. يا استاذه نجله انا عندي 200 مليون جنيه من الاتحاد الدولي بس، خلاف 415 مليون ادي 615 مليون جنيه من الرعايه. الحكم ده الكابتن ايمن ده كابتن ايمن ده بيتحط عليه اعلانات يمين وشمال. اول حته في اللي هو قالها هو يقصد ايه الحكم باختصار في النقطه اللي هو قالها. انا النهارده حكم جاي يحكم في الدوري الممتاز، حكم مثلا جاي عنده مباراه في زي مباراه الاهلي اللي فاتت، فالحكم ده جاي مثلا من بلد مثلا الحكم ده من كفر الشيخ من اسكندريه جاي انا النهارده بره في تونس والمغرب، وانا طبعا الحمد لله رحت الدول دي كلها وافريقيا. بيعمل ايه النهارده؟ انا النهارده الحكم اللي هيجي ده انا اجبره يجي قبلها بيوم ويبقى في فندق لان بيدير مسابقه اكبر مسابقه في جمهوريه مصر العربيه على حسابهم طبعا. هم هناك عاملين ايه يا استاذ طارق في المغرب؟ انت النهارده جاي انا رايح محافظه مثلا اسوان مثلا، ايمن انت هتروح على الفندق ده، هروح ابات قبلها بيوم، اللي جاي برضو القاهره مثلا يلعب ماتش الاهلي يجي يبات. الحكم ده زي ما بيقولوا هل هو النهارده لو جه مواصلات وجه يوم الماتش وجاي ما تعرفيش الظروف هل الموضوع ده ما ياثرش على التحكيم؟ يأثر طبعا. ما احنا لما هي الحاجات دي قبل المباراه بيوم هي دي قبل هيركز. ودي على فكره عملوها معانا فين؟ انا كنا بنحكم معاك وانا كنت مع الكابتن عصام وحققنا نجاح مع بعض في وقت من الاوقات الفتره الاولى. رجعنا لماتش الاهلي والزمالك كنا بنروح في ماتش السوبر، في بعض المباريات عملوا كده يعني هم عارفين. في بعض المباريات احنا رحنا لكن دلوقتي ما بيحصلش. ما انا هقول لك في بعض المباريات مهمه حصل كده معانا يعني بعض المباريات رحنا وبيتنا قبلها بيوم. المباريات الهامه تصحى مركز في شغلك الهم بصراحه بيبقى ليها تاثير. يعني هم اذا عارفين ان الموضوع ده مؤثر. طب ما انا النهارده مباراه في الدوري المصري دي مباراه مش قليله. مسك الختام رسائل سريعه تقول ايه الكابتن عصام عبد الفتاح واستاذ طارق؟ لا هقول له ايه على طول. بص يا كابتن عصام، اذا كنت تهتم بعضويتك في لجنه الاتحاد الافريقي وان انت تفضل مسافر وتدير اللجنه بالواتساب وبتدي الاوامر للجنه وما بتديش اعضاء اللجنه فرصه ان هم يقولوا رايهم، يبقى من الافضل ان انت تبعد عن اللجنه. كابتن ايمن جديد بالتوفيق للتحكيم المصري وبالتوفيق وانا مع حكام مصر ومعاهم مجرمين. بقول لكابتن عصام ربنا يوفقك في الفتره اللي جايه ويوفق اللجنه اللي موجوده. وبقول لكابتن عصام ان النوايا السليمه هي من تصنع النجاح. بشكركم أصدقائي. حاولنا النهاردة من خلال هذه الساعة ان احنا نعرف سلبيات وإيجابيات التحكيم المصري. كل اللي بيسمعنا من أسرة التحكيم احنا فعلا بنكن ليكم كل احترام وتقدير، ولكن عايزين المستوى يكون أفضل وأحسن وأقوى في الفترة الجاية. وفاء حامد، نوال عبد الشافي، شكرا لضيوفي الكرام. أستاذ طارق نورتني. بشكرك طبعا. شكرا. كابتن أيمن دجيش، دايما نتقابل على خير. شكرا أستاذ نجلاء، اتشرفت بيكي وكل أسرة الشباب والرياضة. تحياتي نجلاء حلمي، إلى اللقاء.